الأخ رئيس الحكومة، تصريحكم بعد آخر اجتماع لمجلس الوزراء هو الالتزام المطلق بالديمقراطية لما فيه مصلحة الوطن العليا. إذن مصلحة صحة المواطنين والحفاظ على الأموال العامة هي من مصلحة الوطن العليا. الأخ الرئيس، ما زلت أمد يد العون لما فيه مصلحة البلد ومصلحة أهل الكويت، وأعلم تماما مدى حرصك ومخافتك لله. الأخ رئيس الحكومة، أنقل لك مدى استياء الشعب الكويتي من نقص الأدوية. أهل الكويت اليوم فعلا قام يعانون في المستشفيات والمستوصفات من نقص الأدوية، وأبسط الأدوية أكثر من 200 نوع مش متواجد في المستوصفات والمستشفيات.